الفل يا مدير. قالوا لي انك عاوزني. اقعد يا حماصة. خير يا مدير، في حاجة ولا ايه؟ عايزك تعمل لي اعلان، صح يا حماصة؟ اعلان عن ايه بالظبط؟ عايز ازود عدد الموظفين في الشركة. طب ليه كده بس يا مدير؟ هو احنا قصرنا معاك في حاجة لا سمح الله؟ لا يا سيدي مفيش حاجة، بس انا عايز موظفين جديدة مواصفات معينة. قول يا باشا وانا اكتب وراك. اكتب: مطلوب شاب للعمل، مطلوب شاب للعمل. يعمل 25 ساعة في اليوم. نعم يا باشا. اكتب زي ما بقولك. يلا وانا مالي، يعمل 25 ساعة في اليوم. وضيف كمان 15 سنة خبرة. مش كتير يا مدير؟ يا ابني افهم، كل ما يكون خبرة اكتر كل ما المرتب يزيد اكتر. ماشي، لو كان على كده ماشي. واكتب عايزه يبقى خريج لغات. بس كده عينيا. يتحدث 7 لغات، وأيضا يجيد التحدث مع النمل بطلاقة. الله ينور عليك يا حماصة، ايوه كده انت اللي فاهم دماغي. حبيبي يا باشا، انت تؤمر. عايز تضيف ايه كمان يا ريس؟ عايز مستوى التعليمي يبقى عالي اوي. بس كده يا سيدي، ده انت تؤمر من عينيا الاتنين. حاصل على الدكتوراه من جامعة اكسربورت. اكتب ايه كمان يا ريس؟ بص بقى يا حماصة، اهم حاجة في الموضوع ده انا عاوز يبقى واد شبح كده، واد مخلص من الاخر. شبح ومخلص. شوف انت بقى تكتبها ازاي، عايزك تفنن في الموضوع ده. سهلة سهلة يا مدير. سبق له المشاركة في الحرب العالمية الأولى، وأيضا يكون سدد هدف في الدقيقة 90 في نهائي كأس العالم. ساهم في بناء الهرم الأكبر. حلو اوي الكلام ده. طب إيه رأيك يا مدير أجيبهولك رجلين الاتنين يمين؟ ولا هو ينفع؟ باشا، أمال إيه؟ أنت عايز مواصفات معينة ليك يبقى كله تمام. طب اسمع يا سيدي، هاتهولي رجلين الاتنين يمين وايديه الاتنين شمال. وأخيرا وليس آخرا، كم بقى المرتب يا مدير؟ 2600 جنيه. مش كتير يا باشا. اهم حاجة عند الانتاجية. الإنتاجية. بياكل لانشون مش طعمية. ويا ريت كمان لو معاه الشحن دي. وشك في الحيط وقفك ليه؟